ما تبصش لرزق غيرك، ما تبصش لرزق غيرك. الذي وزع الارزاق هو الله. اعطى فلان اولاد واعطاك بنات، احمد ربنا سبحانه وتعالى، احمد ربنا على الحال اللي انت فيه، احمد ربنا على الرزق اللي بيجيلك. هذا ما كتبه الله لك بلا اعتراض ولا سخط. ارضى عن الله سبحانه وتعالى. قال إنا جعلنا ما على الأرض إيه؟ زينة لها. ليه؟ كمل الآية كده. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الأرض كلها اختبار، الأرض كلها اختبار عشان مين اللي هيحسن العمل ومين هيعمل عمل صالح. عند الإمام أحمد، بص الحديث الجميل ده، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ انظروا إلى ما هو أسفل منكم. لما يجي الإنسان يبص ما يبصش على الغني. هو أنت ليه بصيت على الغني وما بصيتش على الفقير؟ ليه؟ ليه ما بصيتش على اللي بيغسل كلى كل يوم مرتين؟ ليه ما بصيتش على اللي ربنا ابتلاه بسرطان؟ ليه ما بصيتش للعقيم؟ ليه ما بصيتش للمسجون المظلوم؟ ليه ما بصيتش عن اخوانك لا لاقيين ياكلوا ولا يشربوا ولا مأوى؟ ليه؟ ليه لما بنيجي نبص بنبص في العالي ما بنبصش تحت؟ قال انظروا الى ما هو اسفل منكم ولا تنظروا الى ما هو فوقكم فهو اجدر جدير، يعني الا تزدروا نعمة الله. لو بصيت للي فوق مش هتاخد بالك من النعم اللي انت عايش فيها، مش هتشوف النعم اللي انت عايش فيها. يا تبص لواحد في مستواك يا تبص لواحد اقل منك. ما تبصش للي اعلى منك عشان ما بتنساش نعم ربنا اللي اداها لك. لقد اعطاك الله الاسلام والايمان والقران والرسول والصحه والعافيه. قالوا بعد كل ده يقول ايه؟ ورزق ربك خير وأبقى. اصبر على كل آلام وأحزان وأوجاع الدنيا فهي اختبار وامتحان من الله، وما أعده لك من خير ونعيم أبقى وأدوم ولسوف يعطيك ربك فترضى.